نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم أعلام ومناسبات في القرآن الكريم. وها نحن كنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة عن علم من الأعلام في جزء عامة، وهو قوم عاد. وها نحن اليوم سنتكلم بإذن الله عز وجل عن قوم ثمود. فبادئ ذي بدء سنتعرف عن من هم ثمود وما معنى كلمة ثمود، وكم مرة ذكرت في القرآن، ومن هو نبيهم، وكذلك موقف قوم ثمود من نبيهم عليه الصلاة والسلام ومن معجزته. وكذلك سنتعرف على النعم التي أنعم الله بها على قوم ثمود، وكذلك عاقبة قوم ثمود، وأخيرا ليس آخرا الدروس والعبر من هذه القصة أو من هلاك هذا القوم. بدء قوم ثمود معنى كلمة سبب التسمية: اسم ثمود علم على قبيلة ثمود، وهم قوم سيدنا صالح عليه السلام. والثمد هو موضع يلزم ماء السماء، وله مسائل وتحفر في نواحيه ركايا تملأ من مائه، فيشرب الناس على الماء الظاهر حتى يجف. وقيل سميت ثمود لقلة مائها، ولأن الثمد هو الماء القليل. طيب، أين موقع ثمود؟ يعد المؤرخون ثمود من قبائل العرب العاربة البائدة، وقد كان مسكنهم الحجر في وادي القرى بين بلاد الشام والحجاز، ولهذا أعزائي المشاهدين عرفوا كذلك بأصحاب الحجر. إن سئل أحدنا في من هم أصحاب الحجر، هم قوم ثمود. كما تكلمنا في الحلقة السابقة عن الأحقاف، أصحاب الأحقاف، وهم قوم عاد. قال سبحانه وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بالحجر في طريقهم إلى تبوك. والحجر هي مدينة من مدن النبط القديمة المهمة تقع على شريان التجارة في العالم القديم. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنهم سكنوا منطقة الحجر، وهي التي تسمى مدائن صالح، وهي التي في شمال المملكة العربية السعودية. وقد جاء ذكر الموضع في القرآن على كلمة الحجر وبأنهم قوم ثمود. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. بعد معرفتنا عن كلمة ثمود ومسمى ثمود وعن موقعهم، في أي زمن كان هؤلاء يعيشون؟ زمن ثمود. ظهرت ثمود بعد عاد، وقبل قوم لوط وقوم شعيب. وعلى هذا فإن أقل تقديري لفترة ظهورهم والله أعلم هي عن ما يزيد عن 4000 سنة من الآن، حيث أن لوطا عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وقد عاشا قبل 4000 سنة. وهذا الترتيب لهؤلاء القوم قد ورد في قوله سبحانه وتعالى: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. وقد جاء في الموسوعة البريطانية أن منشأ ثمود هو جنوب الجزيرة العربية في الأصل، إلا أن مجموعة كبيرة منها انتقلت
إلى الشمال في تاريخ مبكر، واستقرت على منحدرات جبال أثلب، وقد كشفت الحفريات الأثرية عن كتابات حجرية وصور ثمودية ضخمة عبر وسط الجزيرة العربية. واليوم بالرغم ما كانوا عليه لم يبقى لهم سوى أثر. قال ربنا سبحانه وتعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. كلمة ثمود في كتاب الله عز وجل كم مرة وردت أعزائي المشاهدين؟ وردت 26 مرة في 22 سورة. ما كان محتوى رسالة نبينا صالح عليه السلام إلى قومه، نعني قوم ثمود؟ أرسل الله تعالى إلى ثمود أخاهم صالحا رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وأمرهم الله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وقد جاءهم بالبرهان على صدق دعوته فأخرج لهم هذه المعجزة. كل نبي يطلب منه قومه على صدق دعوته معجزة من الله سبحانه وتعالى، فكانت معجزة من معجزات سيدنا صالح عليه السلام هي خروج ناقة عظيمة من صخرة عظيمة. وأمرهم أي سيدنا صالح أمرهم ألا يتعرضوا لها بسوء وإلا سيصيبهم عذاب أليم. فما كانت فحوى دعوته صلى الله عليه وسلم صالح؟ أولا رسالته إلى التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وهو شعار جميع الرسل والأنبياء. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال ربنا سبحانه وتعالى عن ثمود: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو شعار جميع رسل الله وأنبيائه عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وكانت معجزة صالح في قومه هي هذه الناقة العظيمة. ثانيا، سيدنا صالح عليه السلام يدعو قومه بالحكمة والموعظة الحسنة، فكان نبي الله صالح عليه السلام يخاطب قومه بأخلاق الداعية الكريمة وآدابه الرفيعة، ويدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلهم تارة بالتي هي أحسن في موضع الجدال، مؤكدا أن عبادة الله هي الحق والطريق المستقيم. وهكذا هو ديدن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، كانوا يتفننون في أساليب الدعوة، فتارة سرا وتارة جهارا وتارة بالحكمة والموعظة الحسنة وتارة بالجدال، لا يملون ولا يفترون، كل ذلك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا، منهج سيدنا صالح عليه السلام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما منهجه فإنه لا يختلف عن منهج أنبياء الله، وخاصة أخويه هود عليه السلام ونوح، في الدعوة إلى الله في عدم الشرك
وإفراد الله تعالى بالعبادة، لكن قوم صالح تكبروا واستكبروا. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. طالبهم الله سبحانه وتعالى ونبيه بأن يستغفروا عن ما كانوا يعبدونه من عبادة الأصنام، إلا أنهم تمادوا في الشرك والجدال، وقالوا وجادلوا مع نبينا صالح عليه السلام، حيث قالوا له: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. من هنا أعزائي المشاهدين نأخذ فائدة في هذه الآية، بأن أهل الكفر والضلال إن وجدوا من الحق لا يستجيبون له مباشرة وسريعا، بل أولا يطعنون في محتوى هذه الرسالة، أعني رسالة الحق، فإن لم يجدوا عليها طريقا ماذا فعلوا؟ عابوا على المرسل وهو صاحب الحق، وفي حالتنا هذه وهو من؟ سيدنا صالح عليه السلام. عابوا عليه: أتنهانا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نعدك من العقلاء ومن السادة في قومنا، وكنا نرجو أن تكون معنا في عبادتنا، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد من الله على سيدنا صالح عليه السلام بهذه الدعوة الشريفة الكريمة، وهي الدعوة إلى التوحيد الخالص له سبحانه وتعالى. وكذلك قالوا في موضع آخر: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ماذا قال لهم؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. وهنا إشارة إلى التلطف في العبارة مع قومه وما وجده من قومه بقوله يا قوم، أي يا قوم أنا واحد منكم، إلا أن دعوة التوحيد الخالص تستدعي بأن أبين لكم وأنفي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من الشرك والكفر. وهذا تلطف في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل قالوا عنه إنما أنت من المسحرين. وفي هذا إشارة إلى أصحاب الحق وأصحاب الصراط المستقيم وأصحاب الخير والذي يدعو إلى الخير، بأنه سيتم النيل منه ومن محتوى رسالته. ولذلك كل الأنبياء أوذوا عليهم السلام في شخصياتهم الأذى النفسي. قالوا إنما أنت من المسحرين، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وقد قيلت أضعاف في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه مجنون، وقالوا عنه ساحر، وقالوا اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا إن هي إلا أساطير الأولين،
وقالوا كل ما من نبي إلا وقد قال فيه قومه من الأذى النفسي الذي أورده الله لنا سبحانه وتعالى في هذا القرآن دلالة على أن أصحاب الحق سينال منهم كما أخذ الأنبياء ورسل الله نصيبهم من الأذى، لأن صاحب الحق كيف يعرف أنه على الحق إن لم يؤذى؟ كيف يعرف أنه على الطريق المستقيم إن لم يبتلى ويختبر ويمحص؟ ما هو موقف ثمود، قوم ثمود، من رسول الله صالح عليه السلام ومعجزته؟ وهكذا كل الأنبياء حينما يدعون أعزائي المشاهدين ينقسم الناس إلى فسطاطين وإلى فريقين، فريق مستجيب وفريق غير مستجيب، فريق فما آمن معه وفريق استكبروا عنه. وأما في قصتنا مع قوم ثمود، فقوم ثمود لم يستجيبوا لنبيهم عليه السلام، بل ازدادوا كفرا وعنادا، فهو دعاهم إلى نبذ الشرك وعبادة الأصنام، بل أبعد من ذلك إلى نالوا وسفهوا عقله ومن شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم صالح. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وقد كان هذا جوابا لدعوة صالح إياهم إلى التوحيد حينما قال لهم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. كذلك من الأساليب التي تدل على صد قوم ثمود عن دعوة نبينا صالح هي الطيرة، هي التطير من دعوته. ما معنى التطير؟ التطير هو لون أعزائي المشاهدين من ألوان الشرك، وقد ورد ذكره عن قوم ثمود، وأصله مأخوذ من التطير بالسوائح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما من الحيوانات، ثم يستعمل في كل ما يتفاءل به أو يتشاءم، مثل رؤية الغراب عادة عند العرب بأنها مصدر شؤم، وهكذا في بعض ما ورد من أساليب عادات القوم في التطير أو التطير تفاؤلا أو تشاؤما من الحيوانات. والتطير أعزائي المشاهدين كما ورد من حديث ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك. قال ابن الأثير وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع ضرا، وإذا علموا بموجبه فكأنهم أشركوا مع الله في ذلك. وحديث القرآن وهنا الشاهد عن تطير قوم صالح ورد في قوله تعالى قالوا إنا تطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. ما معنى هذه الآية؟ أي أن قوم صالح لما رأوا من دعوته عليه السلام قومه إلى عبادة الله وآمن معه من الناس من آمن، ماذا قالوا؟ تطيرنا بك، أي كل مصائبنا حلت بسبب دعوتك أنت ومن معك، وأننا كنا في سعة وراحة قبل دعوتك. ماذا قال لهم نبينا صالح؟
قال طائركم عند الله. قال الطبري في تفسير الآية: أي تشاءمنا بك وبمن معك من أتباعك، وزجرنا الطير بأننا سيصيبنا بك وبهم المكاره. والقوم أي قوم صالح لخبثهم وشقاوتهم نسبوا ما يصيبهم من المكاره والمساوي إلى صالح وأصحابه، وهو أبعد الناس عنها، فهم أهل الصلاح، ودينهم أي دين الله سبب لجلب الخيرات إلى المصائب. وأجابهم صالح عليه السلام، قالوا طيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، أي مصائبكم عند الله سبحانه وتعالى. والمعنى عند الله أي عند الله علم بما يصيبكم من المكاره، أي أن الله يعلم ما يصيبكم من المكاره والمصائب. بل أنتم قوم تفتنون، أي تبتلون وتختبرون، أتطيعون فتجدون الجزيل من الثواب، أم تعصون فيحل عليكم العقاب. وهذا من خبثهم ومكرهم، أي أن يتطيروا بأن كل المصائب ستحلت بسبب دعوة صالح عليه السلام ومن معه من المؤمنين. وهذا هو البلاء العظيم، أن يصل بالناس إلى درجة بأن سبب الشقاء والعذاب والدمار في حياتهم هو وجود المصلحين. اللهم اجعلنا من أهل الصلاح، أحينا على الصلاح وأمتنا عليه. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل. به للصالحات وللمكارم والتقى، نور على مر الزمان أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله، وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبنائي من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟
للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كنا قد توقفنا أعزائي المشاهدين قبل الفاصل قولهم قالوا اطيرنا بك أو بمن معك، وقلنا هذه إشكالية من يرفض الحق ويعتقد بأن وجود المصلحين هو سبب العقاب والعذاب والتخلف وما يحل من عقوبات ومهلكات، وأن سببه هو الدعوة إلى الله الخالص والتوحيد، بأن هذا هو سبب للتخلف. قال ربنا: بل أنتم قوم تفتنون. كذلك عن قوم ثمود بأنهم لم يعتبروا بحال من سلفهم. من سلفهم أعزائي المشاهدين؟ هم قوم عاد. لم يعتبروا من حال الأمم السابقة. الله سبحانه وتعالى لم يورد لنا القصص وأحوال الأمم البائدة في كتاب الله عز وجل إلا للعظة والعبرة، وليست هي تسلية، ولكنها للعظة والعبرة بأن لا يلحق بالإنسان وأن لا يصيبه مثل ما أصاب من قبله حين تخلف عن نهج الله والصراط المستقيم. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. هنا الشاهد أعزائي المشاهدين: وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هنا تذكير الله سبحانه وتعالى لقوم ثمود بأن يعتبروا بمن حل قبلهم وهم قوم عاد. من صفات قوم ثمود كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أول صفة هي الشك المريب. شك أول ما يجد القوم من الدعوة الخالصة، أو إن شعروا بأن هذه قد تكون هذه دعوة هي التي ستغير وجه الكون، أول صفة هي الشك. قال ربنا سبحانه: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. الشاهد: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. في بداية الآية ماذا قالوا؟ أخذوا يلمزون نبي الله صالح: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني قد كنا نعدك من العقلاء وكنا نعدك من السادة. وفي نهاية الآية أخذوا يطعنون في محتوى رسالته من الله سبحانه وتعالى: وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. يقول أبو السعود: كنا نرجو منك لما كنا نرى منك من دلائل السداد ومخايل الرشاد أن تكون لنا سيدا ومستشارا في الأمور. وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فاضلا خيرا نقدمك على جميعنا، وذلك تفسير لقوله قد كنت فينا مرجوا. من صفات الظلم، من صفات قوم ثمود الظلم، وهذا كان عاقبة ظلمهم. ومن أعظم الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. من أعظم
الظلم هو الإنسان أن يظلم نفسه، وذلك بأن يشرك مع الله سبحانه وتعالى ويتنكب الصراط. إن الشرك لظلم عظيم. وفي هذا قال ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن قوم ثمود. الشاهد عن الظلم قال ربنا: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. الشاهد: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة 3 أمور. أولا أنه دمر جميع قوم صالح، ومن جملتهم 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال ربنا عنهم: إنا دمرناهم وقومهم، أي دمرنا 9 وقومهم أجمعين، أي وهم قوم صالح. فتلك بيوتهم خاوية، أي خالية من السكان لهلاك جميع أهلها بما ظلموا، أي بسبب ظلمهم الذي هو كفرهم وتمردهم وعنادهم وقتلهم ناقة الله التي جعلها الله آية. وقال بعضهم خاوية أي ساقطة أعلاها من على أسفلها. ومن الأمور في هذه الآية الثانية أنه جل وعلا جعل إهلاكه قوم صالح آية، أي عبرة وعظة لمن بعدهم. قال ربنا: إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وثالثا وأخيرا أنه تعالى أنجى الذين آمنوا من هذا الهلاك وكانوا يتقون من الهلاك. قال ربنا: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. كذلك من صفات قوم ثمود الاختصام والخصومة. قال ربنا سبحانه وتعالى عنهم: فإذا هم فريقان يختصمون. ولم يبين هنا خصومة الفريقين، ولكنه بين ذلك في سورة الأعراف، حيث قال عز وجل: قال الملأ الذين استكبروا من قومه، أي من قوم صالح، للذين استضعفوا، أي الذين آمنوا، لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا، أي الذين آمنوا، إنا بما أرسل به مؤمنون. ماذا قالوا قوم صالح؟ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فهذه خصومتهم وجدالهم. وفي الحديث والأثر إنه أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يجادلون في الحق بعدما تبين لهم. كثرة الخصومة وكثرة الجدال في تقبل الحق. كذلك من صفاتهم التكذيب، وقد ورد تكذيب قوم ثمود بالبعث في موضعين. الموضع الأول قرنوا مع قوم عاد، حيث قال ربنا: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. قارعة المقصود بها يوم القيامة. والموضع الثاني وهو قوله سبحانه وتعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. كذلك من صفات قوم ثمود الترف والنعيم الذي كانوا يعيشون فيه. قال ربنا عنهم: وقال الملأ من قومه الذين كفروا، أي قوم ثمود، وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. الترف ماذا قالوا بعدها في نفس الآية؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. أي يستهجنون بأن سيدهم
وسيدنا صالح عليه السلام بأنه بشر يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب ولم يفضل علينا، فلماذا نسمع دعوته إلى الحق؟ هذا مرادهم. كذلك من صفات قوم ثمود الاستهزاء، وهذه أعزائي المشاهدين الصفات التي نذكرها هي صفات مشتركة في كل من يأبى الإذعان للحق ورسالة الإسلام. خذوها ابتداء من قوم عاد وانتهاء بكفار مكة وقريش في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. الاستهزاء قالوا، ومن جملة ذلك قول سبحانه وتعالى: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك منه مريب. وفي موضع آخر: أفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، كما في سورة المؤمنون. يدعون أن سيدنا صالح عليه السلام افترى على الله وبأنه كاذب وبأنه ليس صاحب رسالة. وقالوا في موضع آخر: إنا كفرنا بما أرسلتم به. وقال ربنا سبحانه وتعالى عنه كذلك في موضع آخر: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. إيش الآية التي بعد؟ قال إنا كفرنا بما أرسلتم به. كذلك ثالثا استكبار قوم ثمود. استكبار قوم ثمود، والاستكبار والكبر هو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ووردت آيات كثيرة مختلفة عن كبرهم وتكبرهم على الناس، حيث قالوا من جملة تكبرهم قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وقولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وقوله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بطغواها. ما موقف ثمود أعزائي المشاهدين من معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم صالح؟ ماذا فعلوا بهذه الآية والمعجزة والتي حذرهم منها نبينا صالح عليه السلام بأن لا يمسوها إلا بخير وأن لا يمسوها بسوء، وإلا ستحل عليهم النقم وسيحل عليهم العذاب. وأما صفة الناقة التي جعل الله عز وجل لهم آية، قال ربنا سبحانه وتعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفي موضع آخر قال ربنا عز وجل: قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله ولا تمسوها بسوء هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وللعلم أعزائي المشاهدين بأن قوم ثمود هم الذين طلبوا هذه الآية تحديدا، وهي خروج ناقة عظيمة من مكان أشار إليه من صخرة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى بقدرته كن فيكون أخرج ناقة عظيمة يهابها الناس قبل الحيوانات. لمن؟ لقوم ثمود، لتكون لهم آية. والله ونبينا صالح أمرهم بأن لا يمسوها بسوء، وكذلك أن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، بأنها لها يوم مخصص تشرب. وقد ورد بأنها كانت تشرب ما كان يشربه أهل ثمود أجمعين.
فكان لها شرب يوم، وكان لقوم ثمود شرب يوم آخر. روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج، أي المقصود الناقة، كانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها. والعقر أعزائي المشاهدين هو ضربة بالسيف على قوائم وأرجل الناقة. فكانت تشرب ماؤهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله عز وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجل واحدا كان في حرم الله عز وجل. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصابهم. من نعم الله سبحانه وتعالى أعزائي المشاهدين على قوم ثمود. ما هي النعمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى على قوم ثمود؟ وذلك عبرة أعزائي المشاهدين بألا يصيبنا أعاذنا الله وإياكم مثل ما أصابهم، لأن النعم حينما لا تشكر ولا يثنى على موليها وهو ربنا سبحانه وتعالى تحل النقم. من جملة نعم الله سبحانه وتعالى على قوم ثمود هو الاستعمار، بأن الله سبحانه وتعالى استعمرهم وجعلهم عمارا. قال ربنا سبحانه وتعالى: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض خلقكم واستعمركم فيها، أي جعلهم عمار هذه الأرض. وكما تعلمون أعزائي المشاهدين بأن قوم ثمود كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين في الشتاء، وأما في الصيف فجعلوا قصورا على السهول والأنهار. قال ابن كثير: كانوا حاذقين ومهرة في البناء والنقش، إلا أنهم جعلوها للمباهاة والفخر أشرا وبطرا وعبثا. قال ربنا سبحانه وتعالى عنهم: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وقال ربنا سبحانه وتعالى عنهم: قال ربنا سبحانه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم، الشاهد نعم الله عز وجل وهي وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله، أي نعم الله، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال عنهم ربنا سبحانه وتعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوا الصخر. وأنعم الله على ثمود بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، فأعطاهم الأرض الخصبة والماء العذب الغزير والحدائق والنخيل والزروع والثمار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. كل ذلك أعزائي المشاهدين، كل ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب ماذا كان هذه النعم؟ ما كان موقفهم تجاه تلك النعم التي أنعم الله عليهم بها؟ أولا الجحود. لم تقابل ثمود هذه النعم بالشكر والعرفان، بل قابلوا بالجحود والكفران والنكران. قال ربنا سبحانه وتعالى حكاية عنهم: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، يعنون صالح عليه السلام، إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. كذلك من موقفهم من نعم الله عز وجل المعاداة. ماذا مقصود بالمعاداة؟ إن عادوا
وأبوا دعوة سيدنا صالح عليه السلام. ماذا فعلوا؟ قد سفهوا عقله، بل تجاوزوا إلى أنهم سفهوا من معه. ما كان عاقبتهم أعزائي المشاهدين؟ نسأل الله السلامة والعافية، وهنا العبرة. كان عاقبتهم أولا مرة هلاكهم بمراحل. المرحلة الأولى التحذير والإنذار من الهلاك، وفي ذلك إقامة حجة. ماذا قال لهم نبينا صالح؟ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وفي موضع آخر ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وفي آية ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. كل ذلك تحذيرا. ومن جملة ما أتاهم من العقاب الصاعقة. قال ربنا سبحانه وتعالى فإن أعرضوا فقل، أي يا صالح، فقل أنذرتكم صاعقة، لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. فالصاعقة تطلق على الحادثة الشديدة الإهلاك، وقد يراد بها مطلق العذاب. ثانيا الصيحة. قال ربنا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. الشاهد وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. والصيحة هي الصوت الشديد المرتفع، وأصله من تشقيق الصوت. ثالثا الطاغية، وكذلك سميت الصيحة هذه التي أصابت ثمود في موضع آخر فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وفي تفسير الطاغية أقوال للمفسرين إلا أنها تجاوز الحد في قوة الصوت، وسميت بسبب الطاغية وذلك بسبب طغيانهم. المرحلة الرابعة من مراحل العذاب الرجفة وهي الآخرة. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. والمقصود بالرجفة هي الزلزلة الشديدة من الرجف والاضطراب الشديد، وقيل هي بمعنى الصيحة الشديدة أو هي الصيحة التي تزلزلت لها الأرض. وأما قوله تعالى فأصبحوا في دارهم جاثمين من الجثوم أي عدم الحركة، أي خامدين لا حراك لهم وخمدوا من شدة العذاب وقد أصبحوا كالرماد الجاثم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا المباركة، إلى لقاء آخر. أدعكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى.